اهلا بيكم، انا مصطفى داوود. وانتوا دلوقتي بتسمعوا ما لا يخبرونك عن التسويق، البودكاست اللي بيدردش معاك في الحاجات اللي ممكن ما تكونش انت عارفها عن الماركتينج، والحاجات اللي احنا حابين نعرف عنها اكتر مع ضيوف مميزين جدا شاطرين جدا في مجالهم وبيجاوبوا على اسئلتكم وانتوا بالذات. البودكاست دوت بيحقق امنيه، وهي امنيه ان انا كان نفسي حد يقول لي الحاجات دي وانا لسه ببدا. حضر معاك حاجتين، الورقه والقلم، وسجل معانا كل حاجه هتتقال عشان كل اللي هيتقال في البودكاست دوت مهم. يلا اسيبكم على الحلقه. اهلا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست ما لا يخبرونك به عن التسويق، البودكاست اللي بيقول لك وبيجيب لك حاجات لسه طالعه طازه في السوق جديد وحلقه النهارده من اهم الحاجات صراحه، اللي هي آم، طلعت في الكام سنه اللي فاتوا، وهي عامله قلبان دلوقتي وعامله لي انا شخصيا قلبان لان انا بحاول اتعلمها. و ف عملت الريسيرش بتاعي وسالت وحضرت ويبينارز و... وضيف النهارده حد انا كنت لسه حاضر الويبينار بتاعه من اسبوع. بنتكلم عن الجي تي ام. معانا ايهاب درويش. حبيبي مايك معاك يا باشا. حبيبي يا مصطفى، شكرا على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله نعمل حلقة ظريفة. خليني أعرف الناس بسرعة عليا وأنا بعمل إيه وليه أنا النهاردة موجود معاكم. أنا اسمي إيهاب حلمي السيد عبد الجليل السيد أحمد درويش، ده اسمي المختصر، مش لازم أقول لكم اسمي الكامل. اي كي اي او الناس بتسميني بوب، يعني دايما الناس بتجو تقول لي بوب. انا مش مهندس ولا دكتور ولا مستر ولا اي حاجه، ما بحبش الالقاب اصلا. مصري سكندري فلبيني، فهتلاقي كلامي دايما مفتوح، فاكلت وطلعت وشربت والكلام ده كله. وشكلي اسيوي شويه، فده برضو بي بيفسر ليه الشكل الاسيوي. انا عندي شركه اسمها اسكالا، واسكالا هي شركه تخصصها ان احنا نساعد الشركات ان هم يبنوا جو تو ماركت انجنز باستخدام الاوتوميشن والاي اي. بقالنا 5 سنين في السوق، خدمنا بقى شركات كتير منها فوري، زين اتش ار، بيزات، بايت دوت كوم، سويفل مؤخرا دخلوا معانا، جيني مي مدحت كانت مع نجاتي من كام يوم، كانت بتتكلم على الجي تي ام، هي كانت واحده من الكلاينتس عندنا. فمعانا بورتفوليو الحمد لله كويس. ومؤخرا بدأنا نركز في ان احنا كمان نعلم الناس عن الجو تو ماركت انجينيرنج. بدأت الصراحة انزل محتوى عنه مؤخرا، انا مقصر شوية بس يعني ان شاء الله الفترة الجاية اكمل فيه. بس ده تعريف بسيط، يعني حاولت اكون مختصر فيه عني واحنا بنعمل ايه. بس ومبسوط بقى ان انا اكون معاك ونعمل حاجة تفيد الناس يعني ان شاء الله. يعني متابع مع مدحت من ساعه ما كان من ساعه ما اسسوا ايفنتس. رحله صراحه مثيره للتشويق. الجي تي ام يمكن من اكتر الحاجات اللي انا يعني انا شغال في الكونتنت من 2018. الجي تي ام الى حد ما بدا يعني صيته يعلى كده من اول مثلا 24. ممكن قبل كده كان نيش شويه، ودلوقتي مع توحش الاي اي في المجالات المختلفه، اهميه حاجه زي الجو تو ماركت، مع ان الشغل اللي كان بيعمله بني ادم او بني ادمين او ثلاثه بدا يمرج وبدا ينكمش، او مش ينكمش، بدا يندرج تحت شخص واحد. شخص واحد ممكن يعمل كذا حاجه، وبالتالي يعني اتولد مصطلح الجو تو ماركت انجينير، او مهندس منظومه التسويق والمبيعات، او مهندس اتمته النزول للسوق، او مهندس عمليات السوق. هي ملهاش ترجمه واضحه بالعربي للاسف، يعني احنا بنحاول صح. نحافظ على العربي في البودكاست ده. بس جو تو ماركت انجينير ملهاش ترجمه بالعربي حاليا، يعني انا هو نجاتي نتمنى ان قال هي تنزل لها. نجاتي قالها، مهندس اذهب الى السوق. مهندس يذهب للسجن. دي يذهب للسجن الترجمة. حالا. ف... فهو مصطلح جديد، رول جديد، ومع انحدار او نقص الخبرات في مجالات معينه بسبب الاي اي. يعني الاي اي بدا ياخد شغل ناس كتير. الناس بتسال دلوقتي، طب انا ايه الحته اللي انا هبقى فيها الاي اي مش هياخد مكاني بس ممكن اشتغل مع الاي اي؟ الجو تو ماركت انجينير واحده من الحاجات اللي انت ما ينفعش ان انت تحط فيها اي اي وتسيبه يعيش مع نفسه. انت محتاج في الاخر عقل، ومحتاج دماغ، ومحتاج فن وهندسه يعني محتاج بقى تروح
بتتمرّن في نادي الزمالك غالبًا، بس أنت محتاج حاجة كده. أنا عارف إن أنت أهلاوي، أنت أهلاوي، أنا عارف إن أنت أهلاوي. لأ، أنت مش أهلاوي؟ لأ، ولا زملكاوي. ولا يا الله! لا مش ممكن، مش أنا ممكن. باشجّع الإسماعيلي لسه لا، بقى. لأ، أنا قُلت أنت هتقول لي أنت بتشجّع الاتحاد السكندري يا راجل. سيب لأ، أنا البلد. باشجّع الإسماعيلي من 97. يا وللأسف يعني الله! الإسماعيلي هبط، يعني ليلة حزينة امبارح كانت علينا وعلى العيلة يعني، لإن أنا من عيلة بتشجّع آه. الإسماعيلي أصلًا يعني. إن شاء الله يرجع تاني، إن شاء الله يرجع تاني. ما أظنش إن الGo to market engineer هينفعهم في حاجة. لأ، ده محتاجين محتاجين الدعم، محتاجين محتاجين دعم. معجزة. أيوه، محتاجين يلغوا الهبوط. والله يعني كان الله في عونك والله، بس يعني وِش تشجيعك للإسماعيلي علّمك إزاي تصبر وإنك تتعلّم إزاي تبقى go to market engineer. أساسي. حقيقي، حقيقي يعني حصل، الصبر حصل. اللي أنت محتاجه عشان وأنا اللي باقول إن إحنا الزملكاوية عندنا صبر، لأ الإسماعيلي غلب كل مقاييس الصبر اللي أنا ممكن أكون شُفتها في حياتي. حصل، بس عودةً حصل. للgo للgo to to market market. engineer. يعني المصطلح جديد، ومش هاقول لك إن مش كتير مننا سمع عنه، بس مش كتير من عامة الناس سمعت عنه، أو بيقولوا أنا عايز أعمل حاجة ويبدأوا يشرحوا الحاجات دي، وتلاقيها إن هي ده بيُقع تحت بند go to market engineer أو go to market agency زي Escala. فإيه هو من وجهة نظرك الgo to market engineer أو مهندس اذهب للسوق أو أيًا كان بقى التسمية العربي بتاعته اللي أنا مش مش هنخترعها هنا. لا، لأ، هنحاول إيه نشوف لها هي اسم. الgo to إيه market؟ هي الgo to market engineering؟ بُص، هي أولًا الناس دايمًا بتفكّر إن الgo to market engineer هو بالضرورة يكون مهندس، تمام؟ ولكن لأ، هو مش ضروري يكون مهندس، هو أنا أقدر أقول إن هو الintersection ما بين الtech، الناس اللي عندها tech mindset، والناس اللي عندها business acumen أو عندها sales وmarketing background كويسة. فالintersection ده لمّا يبقى في حد فاهم في الsales كويس، فاهم في الmarketing كويس، بيحب الbusiness، تمام؟ مع تقاطُع إن هو كمان بيحب التكنولوجيا وفاهم يعني إيه أدوات والAPIs بتاعتها، وبيحب الdata وبيحب يعني بيحب التكنولوجي. الmix ده هو ال ال اللي يعني المواصفات اللي أنا بابقى شايف إن هي بتبقى موجودة في الgo to market engineer. آآ الgo to market engineer هو title موجود من زمان، يعني هي مش حاجة ما ظهرتش حديثًا، هي كانت موجودة، بس كانت أدوارهم كانت ممكن تكون مختلفة شوية، تمام. النهارده مع التطور اللي حصل في الأدوات والAI والautomation والحاجات دي كلها، الموضوع بدأ يبقى trend في الأسواق برّه. زي ما أنت قُلت 2024 ده كان بداية الhype بتاعه، لإن شركات AI كتيرة زي OpenAI يعني الشركات اللي هي دخلت في الmarket بدأت يبقى عندها department للgo to market engineering، وبقت من أكتر الوظايف المطلوبة واللي بيتدفع ليها salaries محترمة. فبنلاقي ناس software engineers بيتوجهوا إن هم يروحوا للgo to market engineering لأن هو حابب الbusiness، وفي ناس من الsales والmarketing بقوا بيخشوا هنا برضه لأن هم حابين الtech. فهي التقاطع ما بين الاتنين دول، تمام. خلّيني أوضّح زمان كان إيه اللي بيحصل جوّه الشركات الtech. كان team الsales أو team الmarketing بيروح للtechnology team يقول له: "باشا أنا عايز أعمل حاجة في الCRM بautomation معيّن، فلمّا يحصل كذا الtrigger ده يحصل، الaction ده يحصل، وعايز الreport يطلع لي بالطريقة الفلانية، وعايز لمّا الuser يعني باطلب حاجات فيها شوية حاجات technical، بس أنا كsales وmarketing ما أعرفش أعملها، لإن أنا ما باعرفش أكود وما باعرفش أعمل development. اللي حصل في الكام سنة اللي فاتوا إن التطور خلّى الأدوات دي بقت موجودة في إيدين كل الناس، فأي حد عايز يبني process أو عايز يعمل حاجة فيها automation بقى مش محتاج يكود، فبقى بيعرف يركّب tool على tool ويعمل الintegration ما بينهم بمنتهى السهولة، أسهل من أي وقت قبل كده. فما أعرفش يعني أنا طوّلت في الشرح بتاعها، بس ده الوصف اللي أنا أقدر أوصف بيه الgo to market engineering يعني. لأ عادي يعني ال ال أنت محتاج تطوّل في الشرح بتاعها، لإن هي مش واضحة بالشكل اللي يسمح لأي حد إن هو يقول لك أنا عارف إيه هو go to market engineering. هي يعني حاجة كده مستحدثة، يمكن
ممكن الناس تتلخبط وتقول لك طب ما إيه الفرق ما بينها وبين مثلًا الbusiness development أو الsales development يعني طب ما الGTM ده مش BDR مش SDR مش مسؤول مبيعات، مش مسؤول تنمية الأعمال، الحاجات دي كلّها، فين وجه الاختلاف ما بين إن أنت تكون go to market engineer أو إن أنت تكون حد بتاع sales أو حد بتاع business، إيه الintersections مين فين كده؟ الفرق إن هو شخص بيعرف يبني systems، يعني ده الفرق. الSDR هو شخص بيعرف يimplement frameworks، فبيبدأ بعملية التواصل والتنقيب عن العملا والبحث، بس هو مش بالضرورة بيعرف يبني السيستم. الBDR هو استراتيجي، يعني او البيزنس ديفلوبمنت بشكل عام، هو بيشتغل في الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها بارتنرشيبس، يبقى فيها استراتيجيز، بيتكتك، يعني الحته دي بيمانج ريليشن شيب مع كلاينت او مع بوتنشال بارتنر او وات ايفر. بس هو مش بالضروره بيكون بيعرف يبني سيستمز خصوصا بالتكنولوجي. الجي تي ام انجينير هو بيعرف يautomate systems علشان يautomate اللي الاس دي ار بيعمله. يعني لو انا عندي تيم من 10 اس دي ارز، الجي تي ام انجينير يقدر يوفر من وقتهم، فهم يعملوا حاجات اهم من ان هو يقعد يعمل مانوال ورك، او نوفر فيهم اصلا ونلاي اوف منهم ناس، فنوفر على الشركه فلوس، واعمل شغل 10 اس دي ارز ب 1 اور 2 اس دي ارز بس مثلا يعني. فده دور ده دور الجي تي ام انجينير. يعني الفرق الجوهري هو قدرته على ان هو يبني سيستمز بالتكنولوجي. طب وهل الجوتو يعني هل الGTM ده حاجة أنت ممكن تبتديها من الصفر كjunior والّا هي بتبقى تطوّر طبيعي لحاجة زي الBDR أو الSDR؟ بص، ينفع يعني. بص، الجي تي ام انجينير هو كارير دلوقتي، يعني هو ما بقاش يعني انت ممكن ممكن تقول عليه زي الماركتنج كده. الماركتنج عندنا different departments و different skill sets. فالجي تي ام انجينيرنج جواه تفاصيل كتير قوي، صعب ان يبقى في شخص ملم بكل التفاصيل دي يعني. آه، انا ما شفتش حد عنده كل السكيل سيتس اللي تخليه بيرفكت جي تي ام انجينير. فانا عندي جي تي ام انجينير شاطر قوي في الايميلز، وبيعمل ديليفربيلتي سيستمز كويسه، فبيعرف يجيب الدومينز ويعمل سيستمز بالايميلز. بس هو في شانل ثانيه ممكن ما يكونش تعرض فيها الحاجات. تمام. في حد برضو من ضمن الحاجات اللي الجي تي ام انجينيرز ممكن يخشوا يشاركوا فيها هو كتابه الماركتنج ناراتيف بالفريم وركس اند سو. ممكن يبقى في حد تكنيكال شاطر قوي بيعرف يبني السيستمز، بس هو مش بيعرف يبني الاستراتيجيز بتاعت الكتابه، فبيحتاج حد كوبي رايتر يساعد فيها. فالمقصد ايه؟ ان لا، ينفع يكون في حد جي تي ام انجينير. انا شفت ناس صغيره في السن عندها 19 سنه 20 سنه، بس هو عفريت، عارف يتعلم الحاجه بسرعه، عارف يلقطها بسرعه، عنده بيزنس اكيومنت كويس. آم، بس انا بشوف دايما الغالب في الجي تي ام انجينيرنج، يعني بشوف الغالب الناس اللي عندها كمبيوتر ساينس باك جراوند او كود قبل كده، بس هو مش حابب ان هو يقعد قدام الشاشه السوداء كتير، بيحب البيزنس فبيميل هنا. فانا بشوف البروفايل ده بيبقى اميل ان هو يبقى جي تي ام ناجح. وبيبقى منهم ناس جونيورز بيشتغلوا في الداتا بس، يعني ممكن يشتغل في الحته بتاعت الداتا زي سورس الداتا، مش بالضروري يبني السيستم كله، بس هو بيبارتيسيبيت في بيلدينج بارت من السيستم. فانا اقدر اقول لا، ينفع حد لسه فريش جراد يبدا في الكارير بتاع جو تو ماركت انجينيرنج، بس مش بالضروره يكون بيبني السيستم كله. فاهم قصدي؟ ده كان أنا دخلت business information system عشان كنت عايز أطلع engineer، درست coding I hated it وبعد كده قررت إن أنا أخش في الbusiness. ده كان ده أنا من كام سنة. خلي بالك، ده ممكن يخليك انت ايدل بيرسونا للكارير، لان انت غالبا كرهت الحته دي عشان ممكن تكون مش بتحب الاكواد والديبوجينج بتاعها او الحته دي. بس انت في البيزنس كويس، بس انت فاهم الكونسبت، يعني انت كماركتير انت ممكن تكون فاهم الكونسبت. فده يعني يخليك ممكن تبقى جريت فيت لان انت تبقى جو تو ماركت انجينير. فاهم؟ فالموضوع مش بالضروره سوفت ويرز يعني.
حتة الgo to market engineer دي يمكن بس بتعكس كمان تغيُّر جذري في الثقافة بتاعة التعليم عامةً والcareers عامةً، إن أنت قبل كده كان بيبقى عندك معسكرين، معسكر بتاع الbusiness اللي ما بيحبش الcoding، ومعسكر صح. الcoding اللي ما بيحبش الbusiness. دلوقتي أنت ما ينفعش تكون واحد من غير التاني، يعني ما ينفعش إن أنت تكون بس في معسكر الcoding وتسيب نفسك برّه الbusiness. حد هييجي بيفهم في الbusiness وهييجي ياخد الحاجات اللي أنت بتعملها أو هيسوّق لنفسه أحسن من الحاجات اللي أنت بتعملها، وبالتالي أيًا كان السوق اللي أنت فيه، أنت ما ينفعش تبقى ما ينفعش تبقى طرف بدون التاني. يعني ما ينفعش مثلًا تبقى engineering تمامًا 100% من غير ما تفهم يعني إيه business. هتفشل أو مش هتفشل، بس هتلاقي إن السوق بدأ يتغيّر وهيسيبوك ورا، وحاجات زي go to market engineer اللي بدأت عشان حد في الbusiness فاهم coding بدأ يخش، هتلاقي في حاجات زيها بدأت تنتشر في الناحية التانية من الكوكب ناحية الengineering، وهتلاقي بقى في مثلًا go to development engineering مثلًا أو حاجة زي كده، أو الحاجات اللي هي تبدأ تconsolidate شوية، تبتدي ت ت ت ت تلِم على بعضها ويبقى في عندنا وظايف أقل ولكن أكثر يعني أكثر حماسًا صراحةً، عشان الوظايف القديمة مملة أوي، بس أكثر تطوُّرًا وملائمةً للسوق. وده يمكن يعني ياخدنا للمرحلة اللي بعدها أهو، يعني لإن الشركات مش هاقول لك كلّها، بس في منها لسه برضه مش متأقلمين على موضوع الgo to market. وحتى لمّا يعني فرضًا إن هُم دلوقتي عايزين go to market، هُم مش عارفين بيسألوا عن، يعني أنا أخُش على إيهاب أقول له أنا عندي إيه بالضبط، أو إيه الsymptoms، إيه الأعراض اللي أنا كbusiness صح. شايف إن هي عندي، فاقدر أقول تعالَ يا إيهاب أنا وعندي 1، 2، 3، هل ده يعني إن أنا محتاج go to market engineer والّا لأ؟ إمتى آخُد الخطوة دي، بما إن هي بقت مهمة بالنسبة لكل الشركات؟ إمتى آخُد خطوة إن أنا أpursue السكة بتاعة الgo to market engineering؟ أبتدي أفكّر آآ فيها سواء internal أو external. هنيجي للسؤال ده بعدين، بس إمتى أفكّر فيها إن أنا محتاج أعيّن أو outsource لحد go to market؟ إيه الأعراض اللي أنا عندي كشركة يعني فاهم، بتقول لي بُص هنا. إمم. آآ مش ما عنديش إجابة حاضرة، بس خلّيني أفكّر معاك بصوت عالي. آمم أنا شايف إن sooner أو later كل الشركات هتحتاج الrole ده، سواء B2B أو B2C. تمام. آمم لإن في حاجات أنا شُفتها بتتم برّه، بت بت بتserve الB2C markets عادي، وبتserve الناس اللي بتtarget students عادي. هي عملية أو الgo to market engineering الobjective دايمًا بتاعه هو إزاي أعرف أجيب الdata بأسهل طريقة ممكنة، وبأسرع طريقة ممكنة، وبأكبر طريقة ممكنة، وبأوفر تكلفة. تمام. فما فيش business أنا شايفه مش عايز يجيب leads بتكاليف أقل وأسرع وبكم أكبر. ده الأكل والشرب بتاع أي شركة. فبما إن العالم كله في كل المجالات، إحنا ما فيش استثناء دلوقتي، في كل المجالات رايح تجاه automation وAI وefficiency، واللي كان بيتعمل في 10 خطوات إحنا عايزين نعمله في 3، 4 خطوات، اللي كان بيتعمل في 3، 4 أيام يتعمل في يومين. لو الحاجات دي أنا كصاحب business عايز أروح لها، الجو تو ماركت انجينيرنج لازم تكون خطوه انت عامل حسابك عليها، بس لازم اكون عارف ان دخولي ليها هيكون ليها فاتوره. الفاتوره دي ليها تكاليفها اكيد في فلوس، في ليرنينج كيرف. الليرنينج كيرف ده اكيد التيم ما عندوش ثقافه ان هو يعرف يتعامل مع السيستمز دي، فهياخد وقت في التعلم. ده هياخد مني انفستمنت. ولكن كل ما انا بدرت بان انا اشتغل في الحاجات دي، كل ما انا قدرت آه، اسبق في السوق. لان النهارده السباق رهيب، الناس عماله تجري، والتولز عماله تتطور. فلو انا لو انا عايز اجيب ليدز بطريقه اسرع، اوفر، اكبر، اسهل على المدى الطويل، انا محتاج الجو تو ماركت انجينيرنج. بس فانا شايف ان كده كده احنا الرول ده هيبقى موجود زيه زي السيلز زي ماركتنج، اعتقد في خلال الثلاث اربع سنين الجايين. آه، ده تطور البيزنس. يعني شايف ان هو الكيرف بتاعه رايح، لان احتياج السوق هنا قوي جدا. فشيء انا شايف لا، هو مهم لكل الشركات، بي تو بي، بي تو سي، ايا كان.
government. كله يعني اصل خلي بالك واحده من الحاجات اللي الجو تو ماركت انجينير الشاطر هو ان انا اقدر اجيب الداتا من مصادر مختلفه وهي مش مترتبه وارتبها واحطها في شكل اورجنايزد. تمام. فاحنا عندنا داتا بيزز كتيره مثلا لينكد ان، سيلز نافيجيتور، ابولو، كل دول هم عملوا داتا بيز ورتبها بالشكل اللي هو شايفه. بس اوقات انا عندي يوز كيس الداتا ما فيش حد عمل ليها حاجه. يعني انا عايز اجيب داتا بيز ل تجار الخضار والفاكهه اللي فاتحين في الوكاله مثلا. لو الداتا بتاعتهم موجوده اونلاين في مكان ما بس هي مش مترتبه على جوجل مابس مثلا، الجو تو ماركت انجينير دوره ان هو يعرف يسحب الداتا دي ويرتبها ويحطها بشكل يخدم البيزنس عندي. تمام. ف... فانا شايف ان هو حتى لو انت بتارجت لوكال بيزنس، لا يعني شفت يوز كيسز كتيره قوي بتخدم بتخدم الجزئيه دي. يعني في كلاينت معايا دلوقتي هو بيتارجت ستودنتس في امريكا و... وعملنا له جو تو ماركت انجينيرنج سيستم عمل افشنسي في الكوست بير اكوزيشن عنده تقريبا 60% فيرسس اللي كان بيصرف عليه في الادز. فهو لقى شانل الترناتيف باستخدام الاوتريتش بالايميل واللينكدين ان هو يعرف يجيب ليدز بشكل اوفر. ف انا شايف ان لا يعني تقريبا يعني فهي هتخش في كل المجالات. يعني المجال الطبي، المجال مجال الاي ليرنينج، بي تو بي، بي تو جي، انا شايف لا يخش. وامتى يعني من وجهة نظرك بقى، يعني انا عارف ان انت هتبقى يعني عندك انحياز اكتر ان هو يقول لك اشتغل مع شركة بره زي او ايجنسي بره زي اسكالا، بس امتى يشتغل مع ايجنسي بره زي اسكالا مثلا او فريلانسر، دي قصة. وامتى يبني الجو تو ماركت انجينيرنج تيم جوه الشركة؟ طيب بص بالعكس، لا انا مش بايست ليه ان الناس تاوت سورس الفانكشن دي لايجنسي زي اسكان. انا مش بايست، بالعكس انا مع. ودايما بشجع اي حتى كلاينت بيجي لي بقول له ما تبنيها انترنالي، ابني الكاباسيتي عندك لان انت هتحتاج ده. النهارده عندك تيم سيلز ماركتنج، انت كمان سنه سنتين انت هتحتاج يبقى عندك فانكشن او اداره اسمها الجو تو ماركت انجينيرنج، فابداها من دلوقتي. امتى اروح لايجنسي؟ هو لو انا عندي سيناريو معين وعايز ابنتريت الماركت بسرعه وما عنديش وقت ورفاهيه ان انا اقعد اتعلم واخد الوقت بتاعي، اخد شهر شهرين ثلاثه، انا عايز حد يخش عملها قبل كده، اشتغل في الاندستري ده قبل كده. فساعتها هدور على حد متخصص في الحته دي وهنا يجي دور اسكالا واللي زي اسكالا يعني في الماركت. هم مش كتير بس موجودين. تبدا تشوفهم، تشوف مين منهم يناسبك، اشتغل عنده سابقه اعمال في القطاع بتاعك وتتعامل معاهم. فده شايف يعني ده شايف السيناريو اللي هو اقرب لان انت تروح تريلاي على اكسترنال فيندور او ايجنسي تساعدك في الجزئيه دي. بس انا ميال دايما لان هو انت ابني الفانكشن بتاعتك انترنالي، لان الفانكشن دي هتبقى زيها زي السيل، زي الماركتنج، زي الاوبريشن، زي كل حاجه. لو انت صاحب شركه دلوقتي وهتبني الديبارتمنتس بتاعتك، فرضا ان انت عندك الماركتنج، السيلز، الجي تي ام، كده كده الانجينيرنج اساسي. آه هتحط انهي الاول؟ يعني هل انت شايف ان الجي تي ام يجي قبل الماركتنج ولا يجي بعد الماركتنج ولا يجوا مع بعض عشان بيسبورتوا بعض في حاجات؟ انت شايفها ازاي يعني؟ انا دلوقتي معايا بادجت وعايز ابني ديبارتمنت وجاي بستشيرك، فانت ايه نظرتك للموضوع ده احنا بنتكلم هنا ايه، ماركتنج وسيلز وجي تي كشركه؟ ام. اه لو دولت انا لو انا الثري لو انا ديبارتمنتس ببني فروم سكراتش، انت قولا بتبني فروم واحدا، سكراتش. قولا واحدا جي تي ام، قولا واحدا يعني فايش مش محتاجه خالص كلام يعني. وشفت شركات كتير قوي لما هي دخلت بالمايند سيت بتاعت ان هي يبقى عندها الجي تي ام فانكشن والبروسيس والكالتشر بتاعتها مبنيه على الحته دي، الناس دي بتطير. يعني انا بدات اشوف واحنا هنشوف اعتقد في الفترات الجايه في الكام سنه الجايين شركات يونيكورن مبنيه بثلاثه وخمسه مثلا بني ادمين. تمام. هي لسه لحد دلوقتي ما ظهرتش، يعني ما فيش حد وصل لده، بس في شركات انا شايفها على التراك. يعني في شركه اسمها ار بي تو بي،
عاملها واحد هو بيبيلد ان بابليك، يعني هو كل حاجه بيعملها بيسجل فيديوهات ويشرح انا ببني البرودكت بتاعي ازاي. البرودكت اعتقد عامل 2 او 3 مليون، ما اعرفش اي ار ار ولا ام ار ار، مش متاكد. بس الشركه كلها بتدار بثلاث بني ادمين. حاسس ان انا عارف، كان اسمه ادم حاجه ادم، تقريبا. اه. استنى، انا متابعه لان انا متابع الاس تي او ايجنسي اللي شغال معاه. ادم بحبهم قوي. ادم روبنسون تقريبا، او ادم تقريبا ادم روبرتسون تقريبا. ار بي تو بي. استنى اقول لك. اه ادم روبنسون مظبوط. ادم روبنسون. يعني لو في حد مهتم بالجو تو ماركت انجينيرنج، الراجل ده بيتكلم على الكالتشر بتاعت الشركه في الليد جنريشن، بيجنريت ليدز ازاي، بيديستريبيوت كونتنت ازاي، البوتس اللي بترد على الناس. فهو هو بيتكلم على ان تقريبا كل حاجه في الشركه بنيها على الاوتوميشن، وفي لاير صغيره قوي هيومن ان ذا لوب هو اللي بيخش بيريفيو ورا الاي اي وورا الاوتوميشنز. ف دي من الشركات اللي انا متابعها بقى من 3 سنين، فانا شايف الجروث بتاعها ماشي ازاي، والراجل عمال يكبر وما بيكبرش التيم، هو عمال يصرف في انفراستراكشر ليها علاقه بالاي اي والاوتوميشنز والتكنولوجيز. نايس. تمام. بروسيس البروسيس الجي تي ام، اشرح يعني، قول لي انت يعني ايه هي، ايه التولز، ايه الحاجات اللي زي كده from zero to hero. انا عارف ان انت قلتها قبل كده في بودكاست، بس يلا نقولها تاني في سوري، في الويبينار بتاعك، بس يلا نقولها تاني في البودكاست. فروم زيرو تو هيرو، اول حاجه بحتاج افهمها هو ايه الاوبجيكتيف اللي احنا عايزين نروح له. هل انا عايز اجنريت ليدز، هل انا عايز ابيلد اويرنس اند. فده واحد. اتنين، بحتاج افهم الايديال بروفايل اللي احنا عايزين نستهدفه، بيتقال عليه الايديال كاستمر بروفايل او الاي سي بي. بفهم مين العميل المثالي للشركه، ومنها بدور على الديتا بوينتس بتاعته. يعني انا اقدر اجيب العميل المثالي ده من اي مصدر ديتا. هل هو موجود على لينكدين؟ لو هو مش موجود، طب هو موجود فين؟ هل هو لوكال بيزنس موجود على جوجل مابس؟ اند سو اون. فدايما بفكر لما بعمل مابنج للتوتال ادريسبل ماركت، يعني انا هستهدف الماركت ده، انا عايز اعرف حجمه قد ايه من حيث الداتا، يعني كم الداتا الافيلبل هنا عامل ازاي وفين موجود فين. تمام. انا بحكم ان انا ميال قوي للبي تو بي، فلينكدين يعني من ضمن الشانلز اللي انا بعتمد عليها بشكل كبير، لان هي اكبر داتا بيز مترتبه ومسهله علينا حاجات كتير قوي. ولكن في داتا بيزز تانية مفيش ناس بتفكر فيها قوي، زي جوجل مابس، زي جوجل نيوز. يعني برضو جوجل نيوز في ناس بتعتمد عليها ان هي تجيب معلومات وترتبها. النهارده ظهرت ادوات بتساعد في ان هي تعمل انريتشمنت، ف... فتزود على الداتا اللي موجوده داتا تانية، فتركب داتا على داتا زي كلاي. و... وهل انا محتاج بقى الداتا؟ خلاص انا شفت حجم الماركت عامل ازاي. حجم الماركت بيحدد الاستراتيجي اللي انا هروحها. هل انا هروح ب فوليوم بيزد اوتريتش، فانا هريتش اوت للتوتال ادريسبل ماركت ده كله بماس اوتريتش من غير بقى بيرسوناليزيشن ولا قصص اللي في ناس كتير بتبقى مهتمه بيها. ده ابروتش. وفي ابروتش تاني لو الماركت بتاعي صغير، فهي مش مستحمله ان انا احرق ليدز، فهختار ان انا اروح للاكونت بيز ماركتنج. فهبيلد ميني ليست وسيجمنتيشن سيجمنتد ليست، وابعت لكل ليست مسج بتماتش الناراتيفز بتاعتهم. فده كده خلاص عملنا التام مابينج. بعد كده اخترت الاستراتيجي بتاعتي بناء على حجم الماركت عامل ازاي. ببدا بقى الديستريبيوشن، ببدا ابعت بقى للناس من خلال الشانل اللي انا بفضلها: ايميل، لينكدين، واتساب، مكالمه تليفون. كل ده بارت من الجو تو ماركت سيستم. انا اغلب الكونتنت بتاعي بيدور حوالين الايميل واللينكدين، لان دول القناتين اللي انا متمكن منهم قوي. ولكن بنشوف ناس بتعرف تعمل جو تو ماركت انجنز، بتدخل فيها الواتساب، بتدخل فيها الكول كولز، بتدخل فيها الاي اي يعمل الكولز ويتصل بالناس. فكل ده بارت من الميكس. فانا بعمل الديستريبيوشن وبريتش اوت للناس.
بعدها يجي جزء الاي بي تيستنج بقى، فانا عايز اتست مسج قصاد مسج، كول تو اكشن قصاد كول تو اكشن، اوفر قصاد اوفر، وابدا احسن في البرفورمانس بتاعي. وبعدين باخد بقى الديسيشن ان انا سكيل لما بلاقي اللي بسميه المسج ماركت فيت، فانا لقيت مسج بتفت الماركت ده بعد ما عملت كل الايتريشنز بتاعتي والاي بي تيستنج والاوبتمايزيشن وكده، باخد ديسيشن ان انا سكيل ال الافورتس بتاعتي، سواء بقى بالايميل او باللينكدين او بالوات ايفر بقى الشانل بتاعتي. بس والعمليه بقى تدور تاني، يعني اخش في دايره تانية وان سو. ده كده باختصار شديد يعني ايه اللي جو تو ماركت انجينير بيعمله. كل واحده من دول بيحصل فيها اوتوميشن ورك كتير. فالريسيرش الاي اي بقى بيساعد، كتابه الايميل الاي اي بيساعد، البيرسوناليزيشن دلوقتي الاي اي بيساعد، بس انا مش بحب الاي اي في البيرسوناليزيشن الصراحه، ما بعتمدش عليه كتير. آم، بس فالنهارده يعني ده كده يعني ده الموضوع from zero to hero زي ما انت طلبت. يعني اتمنى ان هي كانت مترتبه بشكل سيستميك يعني. هي كده كده يعني كده كده الناس يعني هتضطر تعمل ريسيرش، لان في تولز كتيره قوي. يعني يمكن اللي انا ملاحظه، يمكن برضو ده ياخدنا للنقطه اللي بعدها. هو في تولز كتير قوي للجو تو ماركت انا شايفها دلوقتي، ودي يكون دي بيلخبطوني انا شخصيا. يعني كلاي، هيري، تشابولو، مين بيودي على فين؟ ليه كل ده؟ دي خناقه. صح. وكل واحده منهم ليها الفاليو بروبوزيشن بتاعها. يعني دايما كل ما اجرب تول الاقي التول دي بتحل اللي التول دي مش عارفه تعملها، او التول دي مركزه في الحته دي اللي التول دي مش مركزه فيها. صحيح. انا في اعتقد اكتر من اتوقع يعني ان هم عدوا كام الف تكنولوجي تول، بس اللي متصدر الماركت المشهد هي ادوات معينه هي اللي متصدره الماركت. وخلي بالك العمليه كراسي موسيقيه. يعني النهارده في جو تو ماركت تول الناس كلها بتحبها وبتستخدمها ومنطلقه معاها، 6 شهور سنه بتلاقي في تول تانية دخلت اديتها كتف وكومتها على جنب وهي خدت مكانها، والموضوع شغال عمالين كراسي موسيقيه بجد زي ما بحكي لك كده. فمفيش تول واحده اقدر اعتمد عليها طول الخط. انا طول الوقت عمال اكسبلور في التولز وبسمع للماركت. يعني خلي بالك في كوميونتي جلوبال من الجو تو ماركت اكسبرتس، هم بيميتوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض وعاملين السلاك كوميونيتيز بتاعتهم وبيتحركوا مع بعض. هم اللي بيحركوا الكارير شويه، فهم اللي بيرفعوا كلي لابعد سما، وهم اللي ممكن يخسفوا باداه تانية الارض بان واحد منهم يدي فيدباك وحش على تكنولوجي تول. ولكن انا ببقى شايف ان لو انا عايز اجرب تول، خش جرب الفري ترايل بتاعها، شوفها هتماتش مع اللي انت عايزه ولا لا. الفروقات مش كبيره على فكره، يعني برضو عشان اكون صريح معاك الفروقات مش كبيره. يعني هل هستخدم مثلا لو في اللينكدين هستخدم هي ريتش، ولا هستخدم ليمليست، ولا هستخدم ايم فوكس، ولا هستخدم والكسي او دريبيفاي؟ دول 5 ادوات بيعملوا تقريبا نفس الحاجه. تمام. الفروقات هتلاقيها مش هتزيد عن 10% مثلا. كل واحده منهم هتلاقي بتعمل حاجه بتسيرف يوز كيس معينه. يعني في واحد منهم هيبقى احسن للي بيريكروت، واحده تانية هيبقى احسن لل اللي بيعمل ماس اوتريتش باللينكدين. يعني كل واحده منها ليهم الادج بتاعه، ومحدش بياكل الماركت كله. يعني كل واحد عنده حته بتاعته بيعرف يسيرف فيها احسن يعني. تمام. بس يعني انا في نفس الدوامه يعني، كونفيوزنج كل شويه تولز جديده. بس بس انا كل ما بلاقي وقت استخدم بجرب وبشوف التول دي هتعرف تريبليس التول دي ولا لا. هل هي البرايسنج بتاعها احسن؟ هل هي بتوتوميت عندي الموضوع بشكل افضل؟ هل السبورت بتاعهم عندي احسن ولا لا؟ and so on. ده يعني it's super interesting. خليني يعني كان في حاجة برضه شاغلة دماغي شوية، لأن أنت لمّا كنت بتتكلم وبتقول إن السوق برّه هو اللي طلع فيه الGTM مثلًا، أو السوق برّه هو اللي بيتحرك.
هل ده يعني إن إحنا لسه ثقافة الGTM لسه ما اتزرعتش في الmarket ده، وبالتالي في opportunity جوّه الmarket عمومًا يعني لحد إن هو يinvest وقت ويتعلّم ويscale فيها، سواءً كشركة أو سواءً كperson بيحاول يتعلّم الgo to market engineering. يعني هل إحنا ورا الخواجة بكتير، والّا إحنا على عتبة الباب خلاص أو وصلنا كمان؟ طيب كثقافة مجتمع business، لأ، إحنا متأخرين. يعني إحنا تبني التكنولوجي عندنا متأخر شوية. تبني الAI برضه، أنا شايف إن الAI والpenetration بتاع الAI في الbusiness ما قرّبش من اللي بيحصل برّه. في الGTM engineering كذلك. الhype اللي بيحصل دلوقتي، اللي أنا شايفه في زخم أو في صخب بيحصل حوالين الtitle بتاع الgo to market engineering. أنا شايف إن هو بدأ يحصل في آخر quarter أو 2 في السنة دي، يعني أول السنة دي والكام فترة اللي فاتت. وأول مرّة نشوف حد مثلًا مشهور زي نجاتي بيتكلم عليه في الpodcast بتاعه، بيقول يا جماعة اتعلموها لإن هي skill مهمة. الزخم ده والدوشة دي هي كانت حاصلة في أوروبا وحاصلة في أمريكا من سنتين. فاهم قصدي؟ و و و و و لأ، فهي بتوصل لنا متأخر. وأنا متفهم ده، يعني أنا شايف إن ده تطور طبيعي وليه سبب. أولًا الاستراتيجيز والبيست براكتس اللي طالع من الناس اللي جربوا التكنولوجيا طالعه من عندهم. يعني كلاي وهي ريتش والحاجات دي كلها طالعه من اوروبا وطالعه من امريكا، مع ان كلاي على فكره الفاوندر بتاعه مصري. يعني مش عارف، يعني أنا دي حاجه عارف انا عايز المعلومة دي اقولها، ان احنا على مستوى التالنت، لا، احنا عندنا تالنت، احنا عندنا ناس قويه جدا. تمام. كتير. ولكن احنا كثقافه، احنا يعني كبزنس، احنا بنبدا نتبنى التكنولوجي متاخر شويه. فاللي أنا كنت عايز اقوله لك ايه، ان هو طبيعي ان البيست براكتس بيتبنى بره. تمام. والناس بتديستريبيوت النولج بتاعته بالانجليزي. واحنا كمجتمع عربي المحتوى بيتنقل لينا ببطء، عن طريق ان في مجتمع بدا يتعلم الحاجات اللي بالانجليزي وبدا يعمل منها الفيرجن اللي هي لوكالايز بتاعتها. بس ده اجابتي على السؤال. فانا شايف ان هو طبيعي، مش بلوم الناس، بس اللي بنصح بيه ان ودي يمكن حد مثلا، يعني صلاح ابو المجد بيتكلم عليها كتير، بس انا مش برو صلاح ابو المجد قوي، بس هو كان بيتكلم على نقطة أهمية اللغة في البيزنس الإنجليش. وأنا شايف إن دي معطلة التطور عندنا شويتين ثلاثة يعني. شويتين، 3، 4. عشان كده إحنا بنعمل البودكاست ده. يعني البودكاست ده معمول عشان يحل هذه المأساة، ومع ذلك لسه في ناس بتشتكي إن بتتكلموا إنجليزي ليه؟ وأنا اللي هو يعني إحنا بنحاول نعرّب المصطلحات اللي جاية من برّه، صدّقني. صح، بس ما صح، فيش حد. يعني أنا لو قُلت لك دلوقتي go to market engineer هتفهمها بالإنجليزي، بس لو قُلت لك مهندس الذهاب إلى السوق هتفهم إيه. مش ممكن ما يجيش في دماغك إن ده الgo to market. صح. وبالمنا يعني بالحديث عن التعليم، يعني آمم مش ليس تطبيلًا، ولكن اسكالا واحدة من الresources اللي أنا أعرفها بتتكلم على sorry الGTM والgo to market engineering في مصر بالعربي. آمم أنا كشخص دلوقتي شايف إن أنا fit إن أنا أخش go to market الcontent خلاص رايح في داهية. فأنا هاسwitch بقى خلاص. أبتدي أتعلم منين؟ given إن يعني اسكالا موجودة بالعربي للناس اللي بتحب ت ت ت ت ت تسمع بالعربي وعايزة تتكلم مع حد عربي مصري very very friendly. زي ما أنتم شايفين كده الراجل لسه مكلمه أول امبارح وقال لي يالّا بينا. ف وبتعمل webinars كتير. أنا دخلت منهم واحد اللي هو بتاع clay، عشان أنا كنت مهتم أعرف إيه هي clay أصلًا. أنا ما عندي أنا باسمع عنها كتير أوي، كتير أوي، بس ما أعرفش إيه هي. فالwebinar كان لذيذ الصراحة. I enjoyed it a lot يعني. فأنت شايف إيه المصادر اللي إحنا ممكن نتعلم منها دلوقتي الgo to market engineering، سواء في مصر، في الوطن العربي، أو حتى برّه؟ بُص، خلّيني أقول لك أنا اتعلمت من مين. يعني برضه في النهاية أنا مش أنا ما اخترعتش العلم ده. يعني أنا راجل بس اجتهدت بدري شوية، ده رزقي وحظي. آآ
وانا في ناس انا اتعلمت منهم، وهقول لك الموضوع بدأ معايا ازاي. انا بحكم ان انا كنت بزنس ديفلوبر من 2016، فكان عندي توجه ان انا استخدم الادوات من زمان. وكل شويه اخد كورس او اخد تريننج او احضر ويبينار او كده. اول حاجه فرقت معايا، ويمكن ده احسن مكان انا بدات فيه ان انا اتعلم عن الجو تو ماركت انجينيرنج، كان في تول اسمها ليم ليست. الفاوندر بتاعه اسمه جيوم موباش. آم، عاملين التول اسمها ليم ليست. كانوا عاملين البرودكت كان مبني على ان هو يديكيت الناس على الجو تو ماركت استراتيجيز باستخدام المالتي شانل اوتريتش، ايميل ولينكدين. وحضرت واحده، كل شويه احضر ويبينارز ويبينارز ويبينار. بعد كده الفاوندر قال انا هعمل كورس. الكورس ده كان انا فاكر كان ب $500 وقتها. وقال انا هفتحه لعدد محدود من الناس. و... وكان اول مره افكر فيها ان انا ادفع لحاجه كده، ودفعت. كانت علامه فارقه في حياتي يعني. لو قلت لا يعني انا لازم افضل اكمل انفستمنت في عالمي. فده كان اول حد انا تابعته، ليم ليست. فيعني لو في حد بيسال اتابع مين، ليم ليست المحتوى بتاعهم هايل، والتول ممتازه. وجيوم مباش بس هو بطل ينزل الكونتنت، بس تابعوا الكونتنت بتاعه القديم. جيوم خطير يعني، راجل فرنساوي ممتاز. يليهم انستنتلي. انتقلت بقى لأداة تانية اسمها انستنتلي. انستنتلي برضو عملت طفرة في الجو تو ماركت انجينيرنج، في الايميل ماركتنج. جوه التول كان فيها فري اكاديمي معموله ببلاش. اتعلمت كل حرف فيها، اتفرجت على كل الفيديوهات بتاعتها، وبدات اطبق اللي هم بيقولوه، الاقي ان هي بتجيب لي نتائج. فاتبسطت منها جدا وتعلمت منهم حاجه. تالت حد اتعلمت منهم هم الفاوندرز بتوع انستنتلي، وكانوا كل اسبوع بيعملوا اوبن اوفيس اورز. كان بيعملها الفاوندر بتاعهم اسمه راؤول. آه، وانا نسيت التاني اسمه ايه. هما تو فاوندرز كانوا بيعملوا السيشنز بتاعتهم. كنت بخش كل اسبوع، تقف معايا حاجه اروح جاي اساله، تقف معايا حاجه اروح جاي اساله. فالفاوندرز بتوع انستنتلي والكونتنت بتاع انستنتلي خطير. تمام. يليهم سمارت ليد، برضو اتعرفت على الفاوندر بتاعهم فابياف. وقال لي يعني، قال لي ما تجوين وانت بتستخدم ايه؟ بستخدم انستنتلي. طب سويتش لسمارت ليد. ده عملت سويتش لسمارت ليد. وبعد كده الكوميونتي بتاع سمارت ليد كبر. واختاروا التوب بيرفورمينج. الناس اللي هم التوب بيرفورمر بتوع سمارت ليد على العالم كله تقريبا كانوا 70,000 واحد حاجه كده. وفوجئت ان احنا واحد من الناس دي. فسمارت ليد الكونتنت بتاعهم برضو في الحته دي ممتاز. كل دول حوالين الايميلز. هي ريتش برضو الكونتنت بتاعهم محترم. دول انا كده بتكلم على الناس اللي بتعلم بس من التولز. الناس اللي بتعلم اجنوستيك ريجاردلس ايه التولز. اريك نوزالسكي. ده برضو انا شايفه افضل جو تو ماركت انجينير في العالم دلوقتي. انا بالنسبه لي اريك نوزالسكي هو الجورو بتاع كلي. هو كان الواجهه بتاعت كلي، هو اللي كان الكونتنت كريتور بتاعهم. كان بيقعد يعلم الناس يستخدموا كلي من 4 5 سنين، وانا كنت متابعه برضه من وقتها. اريك نوزالسكي برضه حد ممتاز. في مين تاني؟ بس دول الاسامي اللي متصدره المشهد يعني. تمام. كولد اي كيو. برضو كولد اي كيو من فتره، من سنه ونص اعتقد. رحت اشتريت كورس عندهم. الكورس كان غالي برضو شويتين ثلاثه. واتخرجت من الاكاديمي بتاعتهم از جي تي ام انجينير. كولد اي كيو هي اكبر ايجنسي بتعمل جو تو ماركت انجينيرنج، غاليين جدا. وانا دخلت الاكاديمي بتاعتهم وتعلمت عندهم كويس. وساعدوني في حاجات كتير الصراحه. بس دول الناس اللي هم جلوبالي ممكن الواحد يتوجه ان هو يتابعهم. تمام. بس في حاجه انا حابب اقولها للناس. عشان انا دخلت الجيرني دي، عشان كده انا بحاول اعمل كونتنت بالعربي، وبحاول اعمل كوميونتي حوالين الجو تو ماركت للماركت بتاعنا. لان انا لما جربت الاستراتيجيز اللي الناس دي بتقول عليها، في حاجات جربتها طارت اشتغلت زي الفل، في حاجات لبستني في حيطه. تمام. فاللي انا بحاول اعمله هو ان انا اقول للناس ان انا جربت الاستراتيجيز دي، ودي اللي نفعت معايا، دي اللي ما نفعتش معايا. فاهم قصدي؟
لان إمم، مثلا إريك نوزالسكي ما يعرفش ان ماركت السعوديه الاي كوميرس فيه مش شوبيفاي وو كوميرس، هو زد وسله. ال ال إمم، ال اعتقد زد وسله واخدين تقريبا 80% من حصه السوق في السعوديه. مضبوط. فلو انا بنيت الجو تو ماركت استراتيجي بتاعتي وانا بسمع كلام إريك، ما انا هروح اتارجت فاهم قطاع صغير جدا في الماركت. تمام. إمم، الماركت السعودي فيها حاجات متسعوده، في حاجات مش متسعوده. طب هبعت ايه بالانجليزي، هبعت ايه بالعربي، التايمنج بتاعي، السيزوناليتيز، عندي رمضان، عندي عيد، عندي في تفاصيل. الويسترن بلاي بوكس ما تمشيش معانا هنا قوي، خصوصا مصر، السعوديه، الامارات قريب من الويسترن ماركت شويه. آم، فلا يعني تابع الناس دي، بس يعني كونسيدر الناس اللي في مصر ممكن تكون بتتكلم في الحته دي، لان الناس دي جربت. انا واحد من الناس دي. فانا بقول للناس حاولوا تسمعوا اللي انا بقوله، اشتروا مني. انا صادق في ان انا اشير البيست براكتس بجد من غير ما اخبي حاجه، فعشان كده الناس ممكن تبقى مصدقاني شويه. اي بليف طه علي، يعني برضو انا شاوت اوت لطه علي. عامل كونتنت ظريف الراجل، يعني احسبه على علم، وراجل بيجتهد، وراجل برضو انا بحب المحتوى بتاعه طه. ريسنتلي برضو في احسان بدات تتكلم على التولز شويه. آه فبدا يعني انا شايف في شويه موشن بدات تظهر في الكوميونتي. في كريم نبيل برضو بيتكلم على ان والاوتوميشن. كل ده تحت الامبريلا بتاعت الجو تو ماركت انجينيرنج. فانا مبسوط ان في ناس موجوده. تمام. بس الخواجه مش دايما احسن حد يعني. هم سابقين وشاطرين وكل حاجه، بس احنا عندنا برضو تالنت قوي جدا في الحته دي. يعني انا شايف الحته دي قويه يعني. خلينا ادي حدي اكزامبل. انا كنت عايز اعين عندي حد جو تو ماركت انجينير، كنت بدور، وكنت بتكلم مع حد في ايجنسي كبيره جدا بره اسمها سي 17 بتاعت حد اسمه انزو كاراسو. وكنت بكلم الكاستمر سكسس دايركتور عندهم اسمه هارفي. قلت له بقول لك ايه، انا مش عارف اعين حد جو تو ماركت انجينير وبتاع ما اعرفش إيه. قال لي ده في واحد مصري عملنا معاه انترفيو، تنين بيطلع نار من بقه. قلت له مين، اسمه ايه؟ اداني اسمه. فلقيته كونكتد عندي، اسمه يوسف هشام. اتكلمت مع يوسف، خطير الراجل، فيري فيري تالنتد، شاطر جدا جدا جدا، مسمع بره اصلا. الناس اللي في الكوميونتي بتاع الجو تو ماركت انجينيرنج عارفينه بالاسم. فاللي عايز اوصله، لا احنا عندنا ناس جامده في الحته دي، بس يعني ايه، احنا محتاجين يعني نوسع انشر. الكالتشر. بالظبط بالظبط. هو كده، كده يعني بالحديث عن الculture فيحضرني دائمًا المثل بتاع تأكل الثقافة الاستراتيجية على الفطار. يعني culture eats breakfast culture eats strategy for breakfast. الحتّة بتاعة زِد وسَلّة دي يعني المجتمع السعودي أو بالأخص يعني المجتمع الخليجي، ولكن المجتمع السعودي معظم إن هو أكبرهم مختلف تمامًا عن الحاجات يعني يمكن الإمارات تحسّها mix هجين شوية، لإن هي بياخدوا الأجازات مثلًا الرسمية، فبتبقى محتاج إن أنت تadjust في الحاجات دي. عندهم foreigners كتير، عندهم ناس كتيرة من برّه في مناصب قيادية، وعشان كده لازم تبعت دايمًا بالإنجليزي، بس برضه عندهم الحاجات العربي اللي أنت لو مش بتتارجت دبي، فأنت غالبًا ممكن تبقى تتكلم بالعربي بقى، الشارقة بقى، الحاجات الجميلة اللي زي كده، أبو ظبي ممكن. طالما بعيد عن دبي. دبي always English. صح صح صح. موضوع صعب. 100%. آمم، ده أعتقد إن يعني أنا ما أعتقدش إن أنا عندي أي أسئلة أخرى أكتر من كده. أنت لو شايف إن في حاجة إحنا فوّتناها أو حابب إن أنت تhighlight it في الحتّة بتاعة الgo to market engineering والtopic ده عمومًا، يعني go ahead. أنا أعتقد إن إحنا يعني جاوبنا على أسئلة كتيرة، ولكن الناس هتبدأ تسأل أسئلة أكتر بكتير، لإن هيبدأوا يجرّبوا، وساعتها هيبقى عندهم أسئلة. طَب أنا أستخدم HeyReach والّا أستخدم أبولو لو أنا عايز أlaunch على LinkedIn؟ هتطلع أسئلة كتيرة. وفي opportunity كبيرة للمحتوى اللي زي كده.
فيعني محتاج تكابيتالايز على الموضوع ده. انا شخصيا يعني انا مش هكابيتالايز عليه عشان ده مش تخصصي. أنا تخصصي اجيب اجيب الناس الخبره، وهم يقولوا لنا روحوا ذاكروا من الحته المعينه دي. لكن احنا دايما بنحاول نكسباند النولج بتاعت الناس. لكن الجي تي ام، انا شايف ان يعني انا شايف ان انت عامل شغل فيها كويس جدا صراحه. يعني وحتى لما بتدل الناس ده شيء جميل جدا يعني. فانت شايف دلوقتي ان في حاجه احنا ما غطيناهاش دلوقتي؟ لأ، يعني لو أنا باوجّه الرسالة دي لأي حد بيسمعنا بقى، لو أنت لو أنت حسّيت الكلام اللي بيتقال حوالين الgo to market engineering شدّك أو حسّيت إن هو مناسب ليك وعايز تجرّب، جرّب. يعني الموضوع أنا الصراحة مش شايف إن هو صعب، يعني شايف إن هو محتاج حد بس عنده passion وبيحب الموضوع، فهيجري وراه وهيقعد بقى يدعبس ويجرّب وبتاع. وهي زيها زي أي مهارة، يعني في بدايتها بتبقى زي العجلة كده، مش عارف تسوقها، بتقع، بتخبّط، بتطبّش. بس مع أول محاولة، تاني محاولة، تالت محاولة، رابع محاولة، غير المحاولة رقم 100، هت 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 هتماستر الskill. لأي حد بقى بيفكّر في مخرج للأزمة الاقتصادية اللي إحنا فيها وعايز يدخّل دخل بالدولار، أنا شايف إن الskill دي يعني الdemand الsupply فيها ضعيف جدًا. حتى برضه خلّي بالك في العالم، يعني هنا برّه الsupply للgo to market engineers مخيف، مش موجودين، تمام؟ فأي حد هيكون بيعرف يسوق على الأدوات دي clay وHeyreach وsmart lead وinstantly وlimlist وapollo، القصص دي كلها هو بيعرف يسوق عليها كويس. بيتخطف يعني. أي حد بيحط title go to market engineer، طق 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 الانبوكس دايما بتاعه ناس كتير بتبعت له. فأنا شايف هو مخرج كويس لينا. احنا عندنا التك تالنت خطير، سواء ماركتيرز، احنا عندنا ماركتيرز شاطرين جدا، عندنا ناس بتاعت سيلز قويه جدا، عندنا ناس سوفت وير ديفلوبرز قويه جدا. اللي عنده الميكس ما بين الثلاثه يعرف يخش في الحته. انا شايف لا، خش، لان ده المستقبل يعني. ده رايي. ده نصيحه حلوه جدا. انا شخصيا هاخد بيها. فقدت الامل في الكونتنت خلاص. انا اكيد هسيب البودكاست وهنكبره وهنفقد كمان في اي حاجه تانية. الامل في اي حاجه تانية هنفقد فيها. الاي اي جاي ياخد وظيفتنا كلنا. بس on that note يعني thank you so much. شكرا جدا ليك يا ايهاب، يعني نورتنا ونتمنى نشوفك كتير. نتمنى نشوفك على فيس تو فيس بقى على ارض الواقع، لو عديت على القاهره. وانا اللي عديت على اسكندريه بقى كده. لا، تعالى اسكندريه. بكلمك. تعالى اسكندريه اروق. اسكندريه فاضيه الدنيا شويه بدات يعني. تحرر دلوقتي. هتلاقي الدنيا زحمت عندك، هتلاقي الدنيا زحمت. انا بقول لك حقيقي انت راجل حقيقي. اسكندراني. داخلين على الصيف والدنيا بتتزحم والاسكندراني ما بيحبش المصيفين، وقصة حزينة يعني، بس تمام يعني. بنرحب بكل الضيوف. اكيد. رحب بكل الضيوف. لو اي حد عنده اي اسئله فايهاب بيرد على لينكد ان بسرعه غالبا. انا كلمته على واتساب الصراحه عشان صديق مشترك عمل لنا الانترودكشن. بس حبيبي. بعتولي يعني هيز فيري فيري ريسبونسيف، وكيب اب مع اسكالا، كيب اب مع الكونتنت بتاعه. انا متاكد ان هو هيكون بينزل حاجات كتيره جدا مهمه في الفتره اللي جايه. شكرا جدا ليك يا ايهاب، ونراكم في الحلقه القادمه من ما لا يخبرونك به عن التسويق. شكرا جدا ليكم. سلام.